تعالى اقول لكم على تجربتي في مطعم الشربيني في الشيخ زايد. دي طبعا الدخله بتاعه المطعم، هو تحسوا ان هو ديكوراته كده بسيطه وفعلا زي زمان، او ما فيهاش اللي هي المطاعم اللي هي الاوفر والحاجات دي. بيعملوا شو حلو جدا في التقديم زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى كنا محتارين احنا نختار ايه، او هنجيب ايه ولا ايه ولا ايه. كان في دماغنا حاجات كتير جدا. واول حاجه طلبنا مثلا شوربه. دي شوربه كريمه بالفراخ. حسيتها مش احسن حاجه قوي، ولكن شوربه العدس كانت تحفه تحفه بجد، عجبتني جدا جدا. الطعم حلو ومظبوط قوي قوي قوي. وبرده الكريمه اللي هي بالفراخ ما كانتش مش وحشه، ولكن يعني كنت حاسه اللبن فيها اكتر. هنا سلطه الطحينه برضو جميله جدا، مش اي حد برضو بيعمل سلطه الطحينه حتى لو هي بسيطه. يعني عندهم كمان العيش ده طازه بيطلع من الفرن كده، الله على ريحته وطعمه وجماله. انا حبيت العيش جدا جدا، وانا بحب قوي المخبوزات يعني بصفه عامه يعني. وطبعا هنا الحاجات الشربات والحاجات دي احنا كنا بنسخن بس علشان كنا بنشتري حاجات، فطبعا احنا قلنا لازم ناكل على مراحل، فبدأنا بالشوربه. هنا بقى المخلل البتنجان ده رهيب، يعني انا مش اي مطعم بيعجبني فيه بجد، تحفه. كمان الرز اللي هو المعمر باللحمه، طلبنا باللحمه وطلبنا اللي هو بالفراخ. عايزه اقول لكم ريحه الرز بجد مع اللحمه مظبوط قوي قوي قوي، والله بجد يعني بدون مبالغه، لا حلو. يعني انا شفته قبل كده وسمعت عنه وحبيت ان انا اول ما ادخل اجربه. هنا بقى الحمام الصينيه ديت، احنا طبعا كنا 3 بس، انا واخواتي، يعني مش اكيله، احنا اخواتي يعني، انا واخواتي. فكنت بقول لهم انا عايزه بقى اقطع الحمامه دي، سخنه جدا ومش قادره ان انا اقطعها، فاضطريت ان انا امسك سكينه علشان اقدر افتحها. الحمامه حجمها كبير ومحشيه حلو جدا، بس ليها تعليق على الحمام، يعني ما فيهوش لحم كتير. الرز واخد اكتر، الرز مظبوط، متحمر حلو زي يكون مشوي. الكفته مظبوطه حلوه جدا، يعني حاسه ان هي لحمه يعني نوعيه حلوه. الحمامه زي ما قلت لكم شايفين كده، يعني حاشيينها خالص. وانا مش بحب الحمام اللي بيبقى محشي تحت الجلد كله، انا بحب اللي هو بيبقى باين اللحم بتاعه، يعني بيبقى حاشيه بس حاجات بسيطه فيه. حسيت ان هو ما فيهوش لحم كتير الحمام، ولكن تتبيله الرز جميله. الكفته زي ما قلت لكم حلوه جدا ومظبوطه. اللي هو برضو الممبار حلو جدا جدا. ده الرز بقى اللي هو بالفراخ حلو جدا. الطحينه مع، مش قادره اقول لكم بقى، انا بحب الحاجات دي قوي. الحاجات كلها بصراحة تحسوا ان هي طازة، طعمها حلو جدا، متبلة حلوة قوي. الرز كمان مفلفل، طعم البهارات فيه حلوة قوي ومظبوطة، ما هوش البهارات الاوفر. الممبار لمعته حلوة، متحمر حلو، الرز بتاعه مستوي، الرز مش محصون، البهارات بتاعته جميلة. الفراخ كمان المتبلة هناك حلوة جدا. وغير ده كله ان طبعا الاستقبال الذوق، يعني بيتعاملوا معاك بكل ذوق. الخدمه حلوه جدا. كمان الشيف الشربيني من الشخصيات الطيبه المحترمه جدا، اللي انا كنت مبسوطه بجد ان انا شفته واكلت من المطعم بتاعه. جه من كتر طيبته وذوقه، هو جالي لحد عندي على الترابيزه وسلم عليا، وكمان اتصورنا مع بعض. بجد من الشخصيات المحترمه جدا، ومبسوطه جدا ان انا جربت المطعم بتاعه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.